جدا أيها الأحب. العدو دوره أنه يورد الضرر، يخسر الإنسان، يدمر الإنسان. فالخطورة تصير هنا كل هواي لما الإنسان يا الله. الخطورة تكمن هنا أيها الأحبة. حقيقة الله عز وجل أكرمنا بالأئمة سلام الله عليهم ويكشفون عن هكذا حالات. والخطر هنا أنه هذا النوع من العدو والعداوة كثير من عندنا متورط ومتمسك بهيك عدو، يعني إحنا نتمسك بهيك عدو، ولذلك نشوف الأضرار اللي ترد علينا ونوقع بيها كل شهوة. تعالوا خلونا نفهم الكلمة ونحاول أنه لا نتمسك بهيك عدو يكون قريب من عندنا وإحنا ندافع عنه، وإحنا نتمسك بأن يكون قريب من عندنا وإحنا نرعاه. الإمام سلام الله عليه هذا تعبيره أحبتي: قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. يغطي علي الصواب مو لأن عنده هو هدف يريد يوصل له، لا، وإنما يحس أنا مشتهيها. آخذ مثل، وبالمثل الكلمة إن شاء الله تصير واضحة هواي. مثلا عندي شخص قريب من عندي شافني متضايق متأذي منزعج، قال لي شبيك؟ قلت له والله اليوم صوتي على أبويا، اليوم صوتي على أبويا، أنا صيحت على أبويا فأحس كلش متضايق ومتأذي. شي يقول لي هو ما صار شي، يا ريت كل الناس مثلك. تدري جاء اكو بيهم يمد ايده على ابوه، اكو بي جر ابوه، انت مجرد صوتك على ابوك رحمه، انت بسيطه هاي سهله يا معود. تعال شوف العالم شو مسويه بابهاتها وامهاتها، انت مجرد شويه على صوتك منزعج وضايج. انا هم اشتهي واحد يمررها، نور عيني ارجوك، اشتهي واحد يمررها. غطى علي الصواب، غطى علي التوجيه. ليش؟ لأن أنا مشتهي أن يغطي. يقول الإمام الجواد ترى هذا عدو، هذا مو صديق، هذا مو قريب. أخوانه هواي من عندنا إحنا نبقى بالغلط ونتمادى بالغلط لأن أكو 5 6 10 حوالينا من هالقبيل، ما ينصحني، ما يوجهني، ما يكون مرآة إلي، ما يعكس الواقع اللي أنا بيه، لا، يصبغ الباطل بلون الحق ويمشيني على الباطل. النوب إحنا نكيف على اللي هيجي. وين أنت؟ أغلط ويقول لي بسيطة. أبوك ويقول لي قليلة، غيرك باقي شقد، أنت أحسن من هواية ناس. يغطي علينا الغلط، يغطي علينا الاشتباه. أيها الأحبة، باوعوا الآن أكثر الظلمة وصلوا إلى درجات عالية من الإجرام لأنه حواليهم من هالنماذج هاي. والله حواليهم من هالنماذج اللي يقول له لا أنت ماكو منك، أنت كذا أنت كذا، يخلوه يبقى على جادة الانحراف والغلط. الإمام الجواد يقول ترى هذا عدوك، مو تتمسك به، هذا يريد بيك الضرر، تخلص من عنده، لا تخليه قريب من عندك. قد عاداك، شوفوا ما قال عدوك، قد عاداك، يعني القضية محققة ثابتة. قد عاداك من ستر عنك الرشد، الرشد يعني الصواب، الهداية، طريق الصح. من يغطي عني الصواب لما أشتهيه أنا، هذا عدو. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهوى. شقد من عندنا واقعا نرغب على هيك أشخاص،
نرغب الأشخاص اللي يغطون علينا الصواب والرشد والهداية. قليل من عندنا اللي يحب هذا اللي تعبيرنا يقول يطي طينته بخده ماكو، يصير له مرآة حقيقية. من يكون جميل يقول له أنت جميل، من يكون قبيح يقول له أنت قبيح. ما نريد المرآة العاكسة حقيقتنا. هذا خطر أيها الأحبة. ولذلك هاي الأزمة تعالوا خلينا نباوعها من زاوية حياة الإمام الجواد. أريد أدخل فد مدخل شوية بيه تعقيد، ولكن من نستوعبه هواية يكون بيه مردود كبير إلنا. أرجوكم انتبهوا لهذا السؤال. فالتوجه توجه معين، جهة معينة، إذا يجون يواجهون المجتمع ويقدمون للمجتمع شخص عمره أقل من 8 سنوات، يقدمون للمجتمع يقول يا مجتمع إحنا أهل التوجه الفلاني، هذا اللي جاي نقدم لكم إياه، اللي أقل من 8 سنوات، أشجع كل الناس، أعلم كل الناس، أكرم كل الناس، أزهد كل الناس، أقوى من كل الناس، هذا أبو عمر أقل من 8 سنوات. أرجوكم هذا السؤال، هذا التوجه يجي يقول هذا اللي أقل من 8 سنوات بهاي المواصفات. عادة الناس راح يتقبلون هاي الفكرة لو يرفضوها رأسا. واضح السؤال لو لا؟ ها؟ شنو جايب لنا واحد أقل من 8 سنوات تقول أقوى البشر هذا؟ شنو جايب لنا واحد أقل من 8 سنوات تقول أعلم البشر هذا؟ شنو جايب لنا واحد أقل من 8 سنوات تقول أزهد البشر هذا، أكثرهم علم؟ مرفوض لمجتمع إحنا بسهولة نقول راح يرفض المجتمع. أسألكم بالله، التوجه إذا كان مو توجه صحيح، انتبهوا زين، الخطوة التالية، أهل التوجه هذا توجه باطل مو صحيح، يفوتون هيك يفوته؟ كلش مهمة هاي النقطة. ها؟ إذا التوجه كان توجه باطل ويدري أنه إذا أقول لهم يابا إمامنا أقل من 8 سنوات بس هو أعلم الناس وأشجع الناس وأقوى الناس وأحسن من الأنبياء والمرسلين، يدري المجتمع راح يقولون أنت ايش جاي تسولف؟ شنو هالسالفة هاي اللي جبتها؟ مرفوضة مجتمعيا بشكل واضح، ومع ذلك يجي ويواجه المجتمع بهذا الشيء. إذن هذا التوجه شنو؟ ما يراعي ردة فعل الناس شنو، خلي يرفضون، وإذا رفضوا العاقل بيهم يجي لهذا الأبو أقل من 8 سنوات يختبره، يسأله، يشوف أنه هذه الصدق لو لا. فإذا أكبر دليل على أن مذهب أهل البيت حق هي إمامة الإمام الجواد أيها الأحب، الله يرعاكم. هيك يفوت، إذا توجه باطل ما يفوت، لأن متوقع نسبة عالية من الناس يرفضوه. مو بس لا والله الشيعة، خل أعطيك نماذج. علي ابن حسان الواسطي، حفظت اسمه؟ بلكي هم تروح تدور انت عن اسمه تلقى هاي الحادث. هذا اجى هو واحد لزيارة الإمام الجواد. الإمام الجواد وصل للإمامة أقل من 8 سنوات، واستشهد بأبي وأمي عمره 25 سنة. فإجا إلى الإمام الجواد إيش خلي عمر الإمام 10 سنوات صاير، خلي 12 سنة، خلي 13 سنة. انتبه لي زين. علي ابن حسان الواسطي شيعي اجى لزيارة الإمام الجواد ويا واحد آخر ذاك عنده أسئلة، هو اجى وياه. ايش سوى؟ فات للسوق اشترى ملاعيب هدية للإمام الجواد. سمعوني زين، ملاعيب مال الأطفال اشترى جاب للإمام الجواد. زين، إذا هذا الشيعي يجي يفكر بقية المجتمع شو يقولون؟ انتبهوا زين، والله من تفكرون بإمامة الإمام الجواد وهذا التحدي، هذا أكبر دليل على أنه منهج أهل البيت منهج حق، ما له شغلة بالناس شو يقولون. عندنا واقع، تعال واجهه، تعال سئله، تعال اختبره.
أرجوكم أتمنى الفكرة تصير واضحة. فإجا هذا علي بن حسان الواسطي، يعني من واسط، راح لزيارة الإمام الجواد، ما صار مجال يقدم له ذن الملاعيب هدية. الإمام خلص قعدته ويا الناس، أسئلة الناس أجوبة، جاي يشوف يجاوبهم على أسئلتهم، حللهم إشكالاتهم، بعد مصر. الإمام طلع راح المكان الخاص، مكانه الخاص، راح ورا، يجي دق الباب، قال للخادم، قال له استرخص لي على أبي جعفر. استرخص له الإمام، قال له خليه يفوت. هو يقول من طبيت وقلت سلام عليكم، الإمام قال رد السلام بس بانزعاج، كأنه عمليا جاي يقول لي لا تسويها، لا تعطيني الملاعب. رد علي الجواب السلام وهو منزعج، يعني لا تسويها، خليك كبير اكبر بفكرك. يقول أنا هم جيت فرغت الملاعب قبال الإمام الجواد. شوفوا هذا الفكر الشيعي هيجي. فكيف البقي؟ يقول لما فرغتنا قباله صار الإمام يقلبهن وحدة منا وحدة منا ويقول هالكلام: ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. احنا وين واللعب وين؟ ما تفهم انه إمامك ما يختلف وياه، ابن يوم ابن سنة ابن كذا. أيها الأحبة، فإمامة الإمام الجواد عليه السلام إمامة خلت حقيقة الشيعة قبل غيرهم أن يدخلون فد نوع من الاضطراب. 80 شخصية، 80 شخصية علمائية. أنا أتمنى هاي الحادثة تتأملوها زين، إيش قد ما تقدرون حفظوا أذهانكم وياي، كلش نقاط مهمة نتعلمها من الحادثة. أحبتي الله يراكم، احفظ ذهنك وياي إيش قد ما تقدر. 80 شخصية علمائية من بلاد مختلفة، كلهم شيعة، من ضمنهم علماء بغداد. اجوا للمدينة، شو يريدون؟ قال خل نشوف إمامنا منو. علي بن موسى الرضا استشهد، الإمام الرضا استشهد وابنه صغير السن، إمامنا منو من بعد علي بن موسى الرضا؟ وين نروح؟ دار الإمام الصادق، دار واسعة وتجمع الوفات. اجوا لدار الإمام الصادق سلام الله عليه. قلت لكم أتمنى بالكم وأذهانكم تحفظوها وياي، أكو نقاط نريد نستفيدها، خليك وياي عزيز. اجوا لدار الإمام الصادق قاعدين، وإذا الباب انفتحت، الخادم اجى فتح الباب، اجى شخص اسمه عبد الله ابن موسى بن جعفر، يصير عم الإمام الجواد، أخو الإمام الرضا. اجى قعد على الكرسي، الخادم مالته وقف يمه، دار وجه للحاضرين، قال لهم هذا ابن رسول الله، من أراد فليسأله. يعني منو هذا؟ من هذا الإمام. ذولا الجايين مو ناس بسطاء، ناس علماء، وجايين ومحضرين أسئلة يشخصون الطرف المقابل. بس أريد ردة الفعل تركزون عليه. يا ترى لو أنا وياك بذاك اليوم هذا ردة الفعل تصير عندنا لو لا؟ انتبهوا زين، كلش مهم ندرس أنفسنا وقابلياتنا. أحبتي، من قام واحد قال له يا ابن رسول الله عندي سؤال. سؤالهم سؤال اختباري. قالوا له اسأل. قال رجل قال لزوجته أنت طالق بعدد نجوم السماء، شنو موقفه؟ هذا طلاقه صحيح مو صحيح شلون؟ قال للمرأة أنت طالق بعدد نجوم السماء. جاوبه قال له هذه مرته اتطلقت 3 مرات، 3 مرات طلقت، فمعناته تكون تتزوج رجال غيره إذا يريد يرجع لها وترجع له. انتبهوا
الراوي يقول من جاوب هيجي صارت ونة عند الحاضرين أنه الجواب فاشل. ونة، ألم، انزعاج، مو هذا إمامنا. انتبهوا زين رحم الله والديكم. قام واحد ثاني شال ايده قال أنا عندي السؤال يا ابن رسول الله. قال له اسأل. هذا السؤال أعقد من الأول، والسؤال اختباري يا أعزائي، ما يختارون أي سؤال. انتبهوا زين، ولو السؤال شوية بيفت حساسية، بس سؤال اختباري دقيق اختاروه. قال له رجل أتى بهيمة ماذا نصنع؟ يعني نعوذ بالله تجاوز على بهيمة، ارتكب المنكر ويا البهيمة، ماذا نصنع؟ جاوبهم قال لهم هذا الرجل تقطع يده ويجلد وينفى من البلد. يقصون ايده ويجلدوه 100 صوت ويطردوه يجلوه من هاي المدينة. أرجوكم عيش الحدث. الراوي يقول من هيك جاوب، مو بس ونوا، لا الموجودين بكوا. بكوا يعني شنو؟ يعني ضاع علينا إمامنا نور عين. هذا مو إمام، أجوبته مخربطة، أجوبته مو دقيقة. صار بكي. إن يألي ونيالك إذا نحس إمامنا ما حصلنا ونبكي، إن يألي ونيالك إذا نوصل لهالدرجة. بكوا، صار بكاء. شنو هذا؟ منو هذا؟ بهالأثناء وإذا الباب ردة انفتحت وإجا الإمام الجواد بعمر قلت لك أقل من 8 سنوات. إجا موفق الخادم اللي يخدم الإمام الجواد، فتح الباب وقدم الكرسي للإمام الجواد. الراوي يقول بمجرد أن دخل المجلس كان شقد بيه لغط وحياح وصياح وحكي، المجلس كله صار هدوء، سكوت، كأن على رؤوسهم الطير، هدوء تام صار. ما حد يحكي غير الأنظار توجهت لي أبي جعفر. إجا قعد على الكرسي، دار وجه موفق الخادم إلنا، قال هذا ابن رسول الله، من أراد فليسأل. العاقل هذا الطرح. قام أبو السؤال الأول قال له يا ابن رسول الله رجل قال لزوجته أنت طالق بعدد نجوم السماء. الإمام انتبهوا زين، أريد حتى جواب الإمام تفهموه بشكل واسع. أعزائي إحنا مذهب أهل البيت ما عندنا طلاق هاي أبو 3 مرات، ولا طالق بالثلاث، لا بالثلاث ولا طالق هاي هم ما عندنا. خلي أسميها طلاق مال صلي، ما عندنا. فالسائل من سأل هيك مزج عدة أمور متعمد. فقال له رجل قال لزوجتي أنت طالق بعدد نجوم السماء. الإمام رأسا قرأ له الآية قال له هذا طلاق باطل، لأنه الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان يعني شنو؟ يعني تطلق ترجع تطلق تصير مرتين. ماكو طلاق ورا طلاق ما تصير مرتان. وصف قرآن، يعني الشرح قرآني. قل له القرآن يقول الطلاق مرتان، من تصير مرة أولى حتى تصير مرة ثانية لازم شنو؟ لازم ترجع الذمة حتى تصير مرة ثانية. فصار الطلاق مرتان، بالثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعد الثانية الثالثة بعد خلص، إما إمساك يبقيها زوجته أو لا، إذا طلقها بعد خلص تسريح بإحسان. سمعوا زين رحم الله والديكم، كل وحدة أريد تستنتجون منها. قال له لكن عمك أفتى بخلاف ذلك. عمك أفتى بخلاف ذلك.
الإمام الجواد دار وجه العمة قال له يا عم لا تفتي وفي الأمة من هو أعلم منك. ليش تعطي فتوى وأكو واحد أعلم من عندك موجود؟ ما قال أنا، الاختبار ميدان بيان الحق. لا تفتي وفي الناس وفي الأمة من هو أعلم منك. قام أبو السؤال الثاني، سمعوا زين عزيز الله، شوفوا الحمد لله اللي الله أكرمنا بهيك أئمة. قام أبو السؤال الثاني قال له سيدي يا ابن رسول الله رجل أتى بهيمة. قال له سمعوا الجواب والله روعة، شنو هالرحمة هاي؟ قال له هذا الرجل يعزر. كلمة يعزر أريدكم تعرفوها. ذاك ايش قال؟ يجلد. الإمام ايش قال؟ يعزر. التعزير يا أخوان أقل من 100 صوت بحسب قناعة القاضي. يباوع هذا يتحمل 70، أكو بما يتحمل 10 30. هذا شي يسموه اللي بمجال حسب رؤية القاضي، يسموه شنو؟ تعزير. رحم الله والديكم. يعزر واحد ويحمى على ظهر الدابة، يعني يختمون الدابة على ظهرها، وتنفى من البلاد. البهيمة تنفى من البلاد. حتى الشرح يصير واضح، بس أقدم مقدمة. شوفوا شنو الروعة هاي اللي جاءوا بالإمام الجواد. أخوان لا سامح الله إذا بهيمة أتي إليها، البهائم أجلكم الله نوعين، منها ما يراد ظهرها ومنها ما يراد لحمها. التي يراد لحمها وأتيت لابد أن تذبح وتحرق، والتي يراد ظهرها لا، تكوى تنختم. ليش؟ لأنه يراد ظهرها ما يأكلوها. لكن ليش يختموها؟ يختموها يعني تدرون اللي يركب ممكن يؤكل له لا، يعني دير بالكم تردون تستعملون للركوب بعد بمجال، للأكل ممنوع. واضح؟ فدوى أروح لك مولاي أبا جعفر. يحمى على ظهرها، صار واضح. وتنفى. ليش نطلعها برا المدينة؟ اسمع تبرير الإمام الجواد، قال حتى لا يبقى عارها على الرجل. الله، هاي من تبقى البهيمة، تدرون يقول هاي البهيمة اللي فلان سوى كذا، هاي البهيمة اللي فلان سوى كذا، فتبقى عليه عارها. رأسا اللي سأل ايش قال لكن عمك أجاب بغير هذا. هذن ردود الأفعال أتمنى تعيش وياكم نور عين، كلش مهمات. قال لعمك أجاب بغير هذا. دار وجه المرة، ذيك المرة صاح له شنو؟ يا عم، احترمه يعني. المرة من ثقنت وتكررت لا، قال له يا عبد الله. لأن القضية قضية دين، قضية دين، وكون تطل الطرف المقابل طينته بخده، كون تنبهه. قال له يا عبد الله ما أعظم وقوفك بين يدي الله غدا إذا سألك لماذا أفتيت وفي الأمة من هو أعلم منك أفتيت بغير علم. ليش؟ هنا بعد مو صار شوفوا دين. أخوان خلونا نتمسك باللي يصيرون مرآة إلنا، هو اللي يبنيني. أما هذا اللي هي يصبغ ما اكتشف روحي إلا أنا عبارة عن لا شيء. لأن تقييم ماكو، لأن تقويم ماكو، لأن تصحيح ماكو. أرجوكم أحبتي أذكر نفسي وأذكركم، حوالينا أكو اللي يصبغون الباطل بلون الحق، لا نتمسك بيهم، النتيجة تصير نتيجة خطيرة وضررها كبير. أيها الأحب، قال لما هيجي قال له وعاتب بهالأسلوب الإمام الجواد، قال لقد سمعت الرضا أجاب بهذا الجواب. هاي مو من عندي، هذا جواب أبوك مو من عندي.
قال له إن الرضا عليه السلام ما أجاب بمثل هذه المسألة، وإنما هذا الجواب، شوفوا الرؤية، شوفوا الوضوح، شوفوا بعد النظر. قال له ولكن أبي أجاب على رجل نبش على امرأة قبرها وأخرجها من قبرها ومارس الفحشاء معها وسرق ثيابها، ذاك اللي الإمام الرضا قال تقطع يده لأنه سرق، ويجلد لأنه زنى، وينفى لأنه مثل بها، طلعها ذبها برا مصلخة عارية، ذبها مثل بها، فينفى لأنه مثل بها، وتقطع يده لأنه سرق، وأيضا يجلد لأنه زنى بهذه المرأة. الله يرعاكم. شوفوا إذن أي ميدان هذا اللي قدم لنا إياه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. أعيد الكلمة، أتمنى ترددوها وياي، راح أرددها مرتين، حاولوا تحفظوها رحم الله والديكم، إن شاء الله الله عز وجل يوفقنا نحفظ الكلمة. أعيدها أولا وبعدين عيدوها وياي جزاكم الله خير. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. هسه أنا أقول الكلمة، قولوا الكلمة اللي بعدها رحم الله والديكم، ونعيد الدور كله على سوية. قد عاداك من ستر عنك الرشد اتباعا لما تهواه. هذا عدوك اللي يغطي عنك الرشاد والصلاح، هذا مو حبيب، لا تتمسك به، اخذ احتياطك من عنده، احفظ نفسك من عنده. أيها الأحبة، الله يرعاكم. ولذلك هذا الخير اللي كان يقدمه، وهاي النصيحة اللي كان يقدمها إمامنا الجواد سلام الله عليه، لكن القلوب المظلمة، القلوب السوداء، القلوب التي امتلأت بحب الدنيا لا يطيقون مثل نور وجود الإمام الجواد. ولذلك حاولوا بكل أسلوب أن يوصلوا السم إلى أحشائه بأبي وأمي. أم الفضل هواية قريبة على الإمام الجواد، نور عيني، شوفوا هواية قريبة، لكن ما فتحت قلبها للخير، ما فتحت قلبها للنور اللي عند الجواد حتى تطور نفسها به، صارت حاضرة أن تلبي رغبة أعداء الإمام الجواد في أن أوصلت السم إلى إمامنا الجواد عظم الله لكم الأجر. مثل ما قلت لكم، استشهد الإمام الجواد وله من العمر 25 سنة. المنظر ارسمون إن شاء الله، الله يعطينا العبرة. وضعت له السم في طعامه، ما أن تناول الطعام حتى أحس بحرارة السم تقطع أحشاءه بأبي وأمي. شباب، وإذا به صار يجول في الدار من الحرارة اللي بأعماق بأبي وأمي، صار يجول بالدار، يروح ويرجع وألوانه اضطربت. أحست اللعينة، تركت إمامنا يجود بنفسه وهربت إلى دار أهلها، وإمامنا يجول في الدار من حرارة السم. عادة هم يعلمون من يصير عندكم حرارة ظمأ صيحوا سلام الله عليك يا أبا عبد الله. وفعلا صار الإمام الجواد يجول في الدار وهو يقول سلام الله عليك يا جد يا أبا عبد الله. لكن يا مؤمنين، الله يعظم أجوركم، مولاي يا صاحب الزمان، هالجماعة جامعهم اسم جدك الجواد، وعندنا تعزية لجدك الجواد. عقب ما الحرارة ازدادت بأحشائه وجال بالدار، الحرارة ازدادت، وين صعد للسطح بأبي وأمي، صعد لسطح الدار بأبي وأمي. فلذة كبد الإمام الرضا يجول في صحن الدار، وصعد إلى سطح الدار
يجول فيها وهو يصيح: سلام الله عليك يا جد يا أبا عبد الله. وهو يجول على سطح الدار ويلهج بذكر جده الحسين: عظم الله لكم الأجر، هوى على سطح الدار غريبا وحيدا فريدا. عظم الله لكم الأجر. الجيران متعودين الإمام يوميا يطلع يسلم على هذا ويصبح على هذا ويمسي على هذا. مر اليوم الأول الإمام الجواد ماكو ما يطلع من داره. مر اليوم الثاني ماكو الإمام الجواد، لكن شافوا فد حالة غريبة. شافوا أكو حمامات تجي ترفرف على سطح دار الإمام الجواد. كلما مضى منها حمامة جاءت أخرى، طيور ترفرف على سطح دار الإمام الجواد. لما حل اليوم الثالث دخلوا الدار وصعدوا السطح، وإذا بهم يرون إمامنا ملقا على سطح الدار. وهذه الحمامات إنما ترفرف حتى تظلل لابن رسول الله من حرارة الشمس ومن أثرها. كانت تظلل لأبي جعفر الجواد. ما أدري وإنت تسمع الحمامات ترفرف على جسد الجواد إجبالك رغبة سؤال: لولا أكو جسد كان مليء بالجراحات لم تستحي الشمس أنزلت حرارتها إلى أعماق جروحه، والرمال الساخنة كانت تكوي جراحاته التي تلاقيها. يا الجواد انشاء الجسم وغسله، الجواد انشاء الجسم وغسله وجفناه بهبة لما نشيعه. لكن حسين الهدم من نسلبه، لكن حسين الهدم من نسلبه وداست القوم بحوافر خيل. بالدماء الزاكية غسل البدن، وصار ذار تراب هالجسم الجفن. الراس فوق الرمح بس جثة اندفن، باري السجاد جثة يشيلها. الإمام الجواد ظللت له تلك الطيور، لكنه الإمام الحسين أما تسنى له من يظلل له. عيشوا المنظر، الله يعطيكم ويعطينا العبرة. بينما كان يتحسس بحرارة الشمس تنزل إلى أعماق جروحه، وإذا به يشعر نسمات برودة صارت على جروح أبو علي، صارت نسمات برودة على كيف فتح عينه شنو اللي صاير. وإذا به شوف هذا المنظر، هاي زينب فارش عبايتها ومسوية فيل أبي عبد الله الحسين، هاي زينب فاتحة عبايتها ومسوية فيل أبي عبد الله الحسين، وتقول لأخويا أبو علي: تذكر اليوم اللي اجيت البيت علي وفاطمة عليهما السلام ولقيتني نايمة
والشمس على وجهي، اجيت طيت ظهرك للشمس وسويت لي في، الى ان انا كملت نومتي قعدت شفتك مت ظهرك للشمس، قلت لك ابو علي خويا يجي فد يوم واجازيك على هذا الموقف. ما كنت اتصور المجازات تصير هيجي. سكنة يا عمك خل نقعد، سكنة يا عمك خل نقعد وما بيني وبينك نزند، بل كان يفك عنا وننجده يا جرح ما ذي ومضهده. تقول يا عم شلون اقعد وسهم الذي صاير بكبده، اثار الخرز ظهرت تعد. زينب تريد تعرف ابو عبد الله الحسين روحه الطاهره فارقت بدنه فارقت بدنه، بدا مشوارها لو بعده، لذلك صاحت برفيع صوتها نور عيني يا حسين. ما سمعت منه جوابا يا شقيق فؤادي يا حسين، ما سمعت منه جوابا. لكن زينب تعرف شلون تحكي الحسين، قالت له اقسمت عليك بأمنا فاطمة إلا ما كلمتني. فتح عينه قال زينب ارجعي إلى الخيام احفظي لي عيالي، أنا بعيني لباري لك عيالك، أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجد لك أطفالك، هو الموت لا يرضى بدالك يا خويا نروح كل احنا فداك.